هجمات إلكترونية منظمة طالت دولا خليجية وتحديدا السعودية ضربت جهات حكومية ومنشآت حيوية عدة، وذلك في مسعى لتعطيل الحواسيب في هذه المنشآت للتأثير على الخدمات المقدمة. هذه الهجمات قالت شركات أمريكية لأمن الإنترنت إنها نسخة من فيروس شامون الذي عطل قبل 4 سنوات عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في شركات الطاقة بالشرق الأوسط عن طريق محو السجلات الرئيسية التي تستخدمها الأجهزة. المتسللون في هجمات الفيروس شامون السابقة تركوا في العام 2012 صورا لعلم أمريكي يحترق على آلات في شركتي أرامكو السعودية وراس غاز القطرية، فيما ترك المهاجمون في النسخة الجديدة من الفيروس صورة للطفل السوري الكردي الذي جرفته الأمواج قبل عام ميتا إلى شاطئ تركي بحسب باحثين، وتقف على لائحة المشتبه بوقوفهم وراء الهجمات إيران. فقد رجح خبراء تكنولوجيون أن يكون قراصنة يعملون لصالح الحكومة الإيرانية وراء هجمات عام 2012، لكنهم أكدوا أنه من السابق لأوانه اتهام المجموعة نفسها بالوقوف وراء الهجمات الحالية. بشاير المطيري، العربية.